أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن فرض عقوبات صارمة على المدرب الجزائري عادل عمروش الذي يشغل منصب مدرب المنتخب التنزاني. جاءت هذه العقوبات نتيجة لتصريحات كاذبة أدلى بها عمروش في إحدى القنوات التلفزيونية الجزائرية، حيث قدم اتهامات غير صحيحة ضد المنتخب المغربي. وفي إطار هذا القرار القاضي، تقرر توقيف المدرب عمروش عن العمل لمدة 8 مباريات، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 10,000 دولار على الاتحاد التنزاني لكرة القدم. تأتي هذه الإجراءات الصارمة رداً على التصريحات الكاذبة التي قدمها المدرب عمروش حول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وقد تقدمت الجامعة الملكية المغربية بشكوى إلى الكاف بسبب تصريحات المدرب الكاذبة والمسيئة التي لا تمت للحقيقة بصلة، مما دفع اللجنة التأديبية لاتخاذ هذه الإجراءات الصارمة بموجب القوانين واللوائح المنظمة للكاف.